لما البنك الفيدرالي يقرر يقلل الفايدة ده معناه إن الاقتراض بيبقى أرخص، وده طبعاً بيحفز الاستثمار والإنفاق، ولكنه بيأثر على قيمة الدولار وممكن يضعف أمام العملات التانية. ولكن التأثير ده بيعتمد على عوامل كتيرة زي الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي. لما الفايدة طبعاً بتقل المستثمرين بيتجهوا للذهب، لأن الذهب بيحافظ على قيمة الفلوس خصوصاً لو الدولار بيقل. الذهب فعلاً هو وسيلة لحفظ القيمة وليس الاستثمار، ولكن في وقت الأزمات أو التضخم سعره بيزيد وبيحقق مكاسب كويسة. ولو البنك الفيدرالي فعلا قلل الفايدة ده غالبا بيضعف العملة الأمريكية، بس قيمة الدولار مش بتنهار كليا لأن قيمته بتتغير حسب السياسة النقدية الأمريكية والوضع طبعا الاقتصادي. إنما طبعا العقار بيعتبر استثمار كويس جدا وبالأخص في مصر، وده طبعا بسبب زيادة الطلب وتطوير المدن الجديدة زي العالمين والجلالة وراس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة. نجاحك في الاستثمار العقاري دايما بيعتمد على 3 حاجات: توقيت الشراء والموقع والمطور نفسه. والعقارات اللي هي لسه تحت الانشاء اللي هي الاوف بلان يعني بتكون طبعا فرصه كويسه للاستثمار لو المشروع موثوق منه، لكن بيبقى فيها مخاطره لو الشركه مش ملتزمه او حصل تاخير في التنفيذ. العقار دايما هو الحل الافضل للجميع، بس طبعا زي كل استثمار ليه المزايا والعيوب بتاعته وعلى حسب طبعا احتياجاتك واهدافك. والافضل انك تنوع استثماراتك ما بين طبعا العقارات، الذهب والدولار، وممكن ادوات ماليه تانية زي الاسهم والسندات. وكل ده طبعا محتاج مستشار عقاري او مالي يقول لك ازاي تستثمر وتحط فلوسك وامتى تبيع وامتى تشتري. KHL 10 سنين من الخبرة، نجاح مستمر ومستقبل بنبني معاك.